بسنة 2006 الحكومة الأمريكية تدخل حالة إنذار خطيرة جدا وتنشر إعلان بكل العالم، مكافأة قيمتها $50,000 للي بس يملك معلومة واحدة ممكن بس توصلهم لهذا القناص اللي دمر قواتهم. بعدها بأيام قليلة هذا القناص يرد عليهم باستهزاء من خلال أن هو عرض مكافأة قدرها $100,000 للي بس يقدر يطلع راسه من سيارته المدرعة. لكن شنو قصة هذا القناص العراقي؟ وشلون أعظم دولة بالعالم ما قدروا يلزموه أو على الأقل يعرفون من هو؟ وشنو صار له بالنهاية؟ لأنه حرفيا نهايته جدا مأساوية. بسنة 2003 وتحديدا بفجر يوم 20 من الشهر الثالث انطلق أكبر وحش عسكري يعرفه العالم، واللي هو الجيش الأمريكي طبعا، وكان متوجه القلب الشرق الأوسط وتحديدا للعراق. طبعا جورج بوش واللي كان بوقته هو رئيس أمريكا بذاك الوقت اتهم العراق بامتلاكه أسلحة الدمار الشامل. طبعا واللي ما يعرف شنو هي أسلحة الدمار الشامل فهي عبارة عن أسلحة تقدر تبيد مجموعة كبيرة من الناس بلحظة واحدة، مثل القنابل النووية والكيميائية والبيولوجية وغيرها من هاي السوالف. فهم شافوا انه هاي الأسلحة خطيرة جدا وما لازم دولة مثل العراق تمتلكها، فبدت عملية سماها الجيش الأمريكي صدمة ورعب، واللي فعلا كان صدمة ورعب بكل معنى الكلمة. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. دبابات أمريكية من نوع أم1 برامز ومدرعات ضخمة تدخل صحراء الأنبار وتحتلها. بعدها صواريخ قامت تنزل على بغداد مثل المطر. Last night, a square mile in central Baghdad seemed like hell on earth. أعتقد ماكو داعي نقول إنه بغداد صارت ثريد بعد هاي الصواريخ اللي نزلت عليها. كل الناس قامت تقتل بالملاجئ وعايشين بقلق وخوف طول الوقت، لأنه ما تدري بأي لحظة كل العراقيين عاشوا هاي الأحداث، واللي ما عاشه فعلى الأقل سمعها من أهله لحد ما طلعت روحه. بعد 3 أسابيع فقط من هذا الهجوم تسقط بغداد وتعلن أمريكا رسميا سيطرتها على الأراضي العراقية. بس الحرب الحقيقية كانت بعدها مبادئة. العراقيين بحكم طبعهم ودمهم الحامي ما قبلوا بهذا الظلم اللي صار بدون سبب، فبعد يومين فقط من سقوط بغداد اشتعلت مقاومة شرسة هزت كل زاوية بالعراق بقوتها. محافظات مثل فلوجة، سامرة، بغداد تحولت لساحة حرب. كل أطياف وطوائف العراق من شمال الجنوب شاركوا بهاي المقاومة. هم صحيح ما كانوا يقدرون يواجهون دبابة بدبابة، بس استعملوا كل أنواع الدفاع الممكنة: عبوات ناسفة، ألغام، قناصين، هجمات مباغتة، اختراقات إلكترونية وتجسس. وهذا الشيء اللي أمريكا ما حسبت الحساب. ما كانت تدري انه العراق راح يشعل هاي المقاومة الشرسة بوجههم. آلاف القتلى بصفوفهم، مليارات الدولار خسروها. امريكا فقدت هواي من صورتها وهيبتها قدام دول العالم بسبب هاي الحرب والمقاومة العراقية، لحد ما بسنة 2011 انسحبوا رسميا من العراق. عايفين وراهم بلد محطم ومدمر، بس شعبه ما كان منهزم. بس لحظة، خلينا نرجع بالزمن من سنة 2011 لحد سنة 2005، وتحديدا بالشهر السادس من هاي السنة، يعني قبل ما أنا انولد ب3 أشهر. كان اكو دورية روتينية للجيش الأمريكي بشوارع بغداد. هاي الدورية كانت عبارة عن مدرعة راكبين بيها مجموعة من الجنود وهم متوجهين للمقر مالتهم. كان هذا اليوم على خلاف المعتاد، هادئ وبارد عكس بقية الأيام، فهذول الجنود كانوا ماخذين راحتهم ويمشون بالشوارع بدون حذر. لكن فجأة وبدون ما يستوعب أحد ينفجر راس السايق مال هاي المدرعة، لدرجة حتى الزجاج اللي كان وراه يتحطم، وتوقع بنص السيارة طلقة محترقة من عيار 7.62 في 39 تابعة لبندقية قنص اسمها تبوك. انحرفت السيارة عن مسارها واصطدمت بجدار بيت متحطم. نزلوا الجنود بسرعة من السيارة وهم يطلقون نار بشكل عشوائي، لكن يسقط واحد ثاني من يمهم. زاد الخوف والذعر، ما حد يعرف ايش وقت يجي دوره. ما كانوا يعرفون منين تجي هاي الطلقات اصلا. اثناء اطلاقهم العشوائي وقع واحد ثالث من يمهم،
لكن هاي المرة عرفوا الاتجاه اللي جت منه هاي الطلقة، ومباشرة بدون تفكير بدأوا يهجمون بكل قوتهم ويطلقون كل ذخيرتهم بهذا الاتجاه. لكن الجندي الرابع يوقع بالقاع وهو محطم الرأس. كل هذا الإطلاق ما أثر بالقناص اللي مستهدفهم، وبقى محافظ على تركيزه وهدوءه. كان يصيدهم واحد ورا الثاني مثل الفيران لحد ما أبادهم كلهم. طبعا واحدة من الأشياء اللي تضحك إنه أمريكا من احتلت العراق بذيك الفترة ظهرت حركة المقاومة العراقية، تمام، متفقين عليها، واللي هي عبارة عن مواطنين عراقيين طبيعيين دا يدافعون على بلدهم. يعني اكو شيء غلط؟ واحد داخل عليك لبيتك وانت تدافع عن بيتك. لكن اللي يضحك بالموضوع انه امريكا كانت تسمي هذول المواطنين ارهابيين. انت بس تخيل كمية الصلافة اللي عندهم. يعني واحد داخل عليك بنص بيتك لا وفوق كل هذا يقول لك لا انت لك ارهابي، ايش ولا كلمة ايش انت ارهابي ايش. فالمهم كانوا الامريكان يسوون دوريات روتينية ويقتحمون بيوت العراقيين غصبا ما عليهم طبعا، بحثا عن كل شخص مشترك بحركة المقاومة او على الاقل يشكون به انه هو ضمنها. طبعا ماكو داعي اقول انه هم ما كانوا بس يقتحمون البيوت وها هي، يعني يا ريت لو بس هيك كانت السالفة، كانوا يسوون شغلات ثانية. المهم جوبا او هذا القناص اللي احنا استوى كنا بدنا نحكي عنه سمع بهاي الدوريات. بس لحظه قبل ما تكمل المقطع، اعرف انت مندمج وكذا واعذرني والله اسف يعني، بس حبيت اقول لكم شيء صغير، انه المشتركين مال القناه تخطوا ل 15,000 وهالشيء جدا رهيب الي فوق ما تتخيلون. فاذا جي فإذا كنت جيد على القناة لا تنسى تصمت هذا الفيديو بلايك معدل وتشترك بالقناة، لأنه هدفنا الجاي هو 50,000 يلا خلينا نكمل. المهم جوبا سمع عن هاي الدوريات اللي تقتحم البيوت، فمباشرة حدد الوقت اللي راح تنطلق به الدورية التالية، حدد المكان اللي هم مستهدفيه وانطلق حتى يردعهم. اتمركز بموقع مثالي على مسافة 200 متر من الموقع وبدأ يصيدهم واحد ورا الثاني. حبالك دا يقتل ذبان بكاتولة ما الذبان لحد ما أبادهم كلهم. فصار هدفهم الأساسي هو القضاء على هذا الجندي المجهول. فبنهاية سنة 2005 أرسلت أمريكا كتيبة كاملة على مود بس يوقفون هذا الصياد اللي ما حد قدر يلزمه. تخيل كتيبة أمريكية كاملة حتى بس تلزم شخص واحد. طبعا أكيد اكو هواي بيكم ما يعرفون شنو هي الكتيبة العسكرية، فعلى مود أشرحها لك بدون ما أدوخك وباختصار. هي عبارة عن فريق كبير من الجيش، تمام. هذا الفريق بيه قائد وهو هذا القائد اللي يشرف عليهم ويتحكم بيهم، وهذا القائد عنده معاون. وهذا الفريق او الكتيبة بها تقريبا من 3 الى 5 سرايا. كل سرية من هاي السرايا تتكون من عدة فصائل، كل فصيلة من هاي الفصائل تتكون من مجموعات، وكل جماعة منهم بها تقريبا من 5 الى 10 جنود. اي تمام. المهم هاي الكتيبة كلها كان عندهم هدف واحد وهو امساك قناص بغداد. وطبعا هي كانت مجهزة باحدث واقوى انواع الاسلحة وباحسن وابرح الجنود، وعلى الرغم من كل هذا عجزوا ان هم يوصلوا له او على الاقل يعرفون معلومة واحدة عنه، وكان يقتلهم واحد ورا الثاني وكأنهم لا شيء. لهذا الجيش الامريكي اطلق عليه اسم جوبا، واللي هو اسم رقصة كانوا يرقصوها الافارقة من كانوا مستعبدين من قبل امريكا بسنة 1840. عفي امريكا بكل عزل الطام. وباللغة الافريقية القديمة جوبا معناها رقصة الموت، وسموا هذا القناص على اسمها لأن الجنود الأمريكان كانوا وكأنهم يقفزون ويتراقصون رقصة جوبا من يواجهون هذا القناص، وهم يحاولون يتجنبون طلقاته، لدرجة أنه جنرال أمريكي وصى جنوده أنهم يرقصون حتى يتجنبون هاي الطلقات. جندي واحد فقط ببندقية نقدر نقول عنها متواضعة كان يقدر لوحده انه هو يبيد كتيبات كاملة مدججة بكل انواع الاسلحة والمدرعات. يا اخي بندقية واحدة من اللي يمتلكوها الامريكان كانت اكبر من بندقية جوبا بمرتين، لكن مع هذا ما حد قدر يلزمه. طيب هو السؤال هنا، ليش ما حد قدر يلزمه؟ شنو اللي يميز جوبا عن غيره اللي مشتركين بالمقاومة؟ تابع الفيديو حتى تعرف، لانه فد شوية راح نحكي عن هاي النقطة. المهم بدأ عدد القتلى على ايد جوبا يزيد بشكل مرعب لحد ما وصل ل 700 جندي. انت متخيل؟ يعني قناص واحد عراقي ب 700 جندي امريكي. طبعا اكو معلومة انا
أنا ما قدرت أتأكد إذا هي حقيقية لو لا، بس كانوا الجنود الأمريكان من يوصلون للموقع اللي بجوبا يلقون رسالة مكتوب بها قناص بغداد مرة من هنا، ويلقون عدد الطلقات اللي بالموقع مساوي لعدد الجنود اللي تم اغتيالهم، نفس العدد بالضبط، لا زايد ولا ناقص، كدليل انه هو ما يخطئ بالتصويب ابد. الطلقة اللي تطلع من بندقيته تستقر براس العدو. هنا الجيش الامريكي زيد الدروع على سياراتهم اللي هي مدرعة اساسا، وبدأوا يلبسون بدلات ودروع سميكة جدا لدرجة تصعب الحركة، لكن حتى هاي الدروع ما كانت تفيد وياهم، لانه هاي الدروع ايش قد ما كانت سميكة وممكن حتى تنقذك من انفجار، بس لازم يبقى بيها فد كم نقطة رفيعة او نقدر نقول رقيقة، واللي هي المناطق مال المفاصل مال الجسم، مثل الرقبة، العكس، الركبة مال الرجل، لانه انت تحتاج تتحرك، بدونها انت حسيت كأنك قطيت بيبسي، لا تتحرك ولا تسوي شيء. وجوبا كان قناص دقيق جدا يركز على هاي المناطق الحيوية ويستهدفها. طيب قناص بهاي القوة والبراعة شلون كانت نهايته؟ تابع الفيديو للنهاية لأنه في شوية راح نجاوب عن هذا السؤال. طبعا اكو شيء ثاني سواه الجيش الأمريكي من بدت أسطورة جوبا تظهر، انتشرت كون فيديوهات عن إنجازاته وبطولاته، وهالشيء كان يحمس قوات المقاومة العراقية ويخلي ثقتهم بنفسهم عالية، وبنفس الوقت كان يرعب ويحبط الجنود الأمريكان لأنه ايش ما سوى وهو يبقى يصيدهم. فالجيش الأمريكي انتبه على هاي النقطة، وكعادة أمريكا الإعلامية البروباغندية قرروا أنهم مهم يصنعون أسطورة خاصة بيهم، فجابوا أحسن وأقوى قناص بتاريخ الجيش الأمريكي كله حتى يشاركوا بهاي الحرب ويصير أسطورتهم مثل ما جوبا صار أسطورتنا، ويحاولون يبثون نفس الرعب بقلوب العراقيين. هذا القناص كان اسمه كريس كايل. بعض المصادر تقول أنه عدد الضحايا كان بين 170 وال 200 ضحية، من بينهم نساء وأطفال، بحجة أنه هو كان يشوفهم يشكلون خطر على الجيش فكان لازم يقضي عليهم. لكن بالنهاية هذا القناص ما قدر يجاري جوبا بالدقة مالته، لأنه أغلب الوقت كان يخطئ بالتصويب، وكان حاله حال بقية القناصين اللي وياه، فرجع لأمريكا وهو مهزوم. طبعا أمريكا كعادتها سوت فيلم كامل عن هذا القناص، وبهذا الفيلم طالعين إنه هذا القناص مالتهم هو البطل، معظمين بيه كلش بهذا الفيلم. وأيضا بهذا الفيلم أظهروا جوبا. لكن المضحك بالموضوع وكالعادة أمريكا هي المضحكة، إنه بهذا الفيلم اللي هم صنعوه حتى يلمعون صورة القناص مالتهم مطلعين جوبا بمهارة مرعبة جدا. وأكيد راح تسأل ليش إذا هم كان هدفهم من هذا الفيلم إن هم يلمعون صورة القناص مالتهم، والسبب بكل بساطة يا عزيزي المباوع إنه جوبا كان جدا أسطوري، لدرجة حتى أمريكا نفسها بهذا الفيلم ما قدرت تخفي هذا الشيء، هم بنفسهم اعترفوا به، حتى من تريد تشوه صورته غصبا ما عليك لازم تذكر مهارته وش قد هو كان راعبك. طبعا بنهاية هذا الفيلم طلعوا انه كريس كايل قدر يلقى جوبا ويقتله، لكن مثل ما تعرفون هالشيء ما صار بالواقع، ما قدروا ينتصرون عليه بالواقع، فحاولوا ينتصرون عليه بالخيال والافلام التعبانه مالته. اكيد هسه بعضكم يسال شلون ما حد قدر يلزمه طول هاي الفتره. طبعا جوبا فوق ما هو اصلا محترف ودقيق بالقنص، كان بنفس الوقت خفيف وسريع بالحركه. من يحس انه موقع انكشف كان مباشره وبكل خفه ولياقه يقمز من فوق الابنيه والبيوت ويغير موقعه ويرجع يكمل هجومه. من السنه اللي ظهر بيها ولحد يومنا هذا اللي هو 2025 جوبا يعتبر شخصيه مجهوله، ما حد يعرفه منه وما حد شايف شكله غير ابطال المقاومه نفسهم واللي تستروا عن هويته لحد يومنا هذا. كان مثل الشبح الغير مرئي اللي يقبض روحك بدون ما تحس، لحد ما بسنه 2007 يختفي جوبا ويختفي كل شيء يتعلق به، لا احد يعرف شلون انتهى ولا وين صار. لكن واحدة من المصادر تقول انه بنهاية سنة 2006 تم احتقال جوبا على يد الجيش الامريكي، لكن هم اعتقلوه وهم اصلا ما يدرون انه هو هذا جوبا، اعتقلوه على انه هو مواطن عادي ضمن حركة المقاومة اللي هم كانوا يسموهم الارهابيين، وبعدين اخذوه الامريكا هناك وتم تعذيبه باشد واقصى انواع الطرق، لحد ما بالنهاية مات بسبب هذا التعذيب. فقادة المقاومة العراقية عرفوا بهذا الخبر لكن ما اعلنوه وما اكدوه للعامة، حتى ما يشوفون الناس انه هو بالنهاية مات وتبقى اسطورته وهيبته بقلوب الناس نفسها ما تتزعزع. طبعا هذا الكلام مو مؤكد بشكل رسمي لكن الاكثر تداولا بين الناس، لكن مهما كانت نهايته سواء مات بالتعذيب لو بعد الحد هذا اليوم عايش ويانا، يبقى الاسطورة اللي ارعبت الجنود الامريكان وخلتهم يرقصون من الخوف. المهم اذا وصلت لهاي الثانية من الفيديو فلا تنسى تصمت هذا الفيديو بلايك معدل حتى تتوج جهودي لانه انا ينشلع قلبي وانا اسوي هذا الفيديو، وبنفس الوقت اشترك بالقناة لانه هدفنا الجاي هو 50,000 إن شاء الله. وشكرا على وقتك.